تمام. بص، الطبيعي ان احنا نزهق، احنا بشر مش روبوتات ماشية على خط واحد مستقيم. لكن المشكلة مش في الزهق، المشكلة في اننا نوقف او نكمل، او مثلا متوقعين ان احنا دايما هيبقى عندنا الحماس اللي بيحركنا، وده برضه مش طبيعي خالص. لان طبيعي جدا ان احنا هتعدي علينا ايام هنلاقينا فاقدين الشغف وفاقدين الحماس، لكن نكمل. طيب هنكمل ازاي؟ معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية، سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات، أطفال وبالغين وكبار سن وذوي أمراض مزمنة. عندنا في 3 حاجات لازم نركز فيهم عشان نقدر نكمل ونفضل على الطريق. طب ايه هما ال3 حاجات؟ اولا، ما تركزش على الميزان. النزول في الوزن مش شرط يكون ارقام في الميزان، لا، ممكن يكون حاجة تانية خالص. ممكن يكون تعب انا ارتحت منه، ممكن يكون نفس هادي، ممكن يكون لبس نفسي البسه وما كانش عارفة البسه وبقيت اقدر، ممكن يكون راحة نفسية. تاني حاجة، غير الطريق مش الهدف. انا هدفي واحد، لكن انا ممكن اوصل للهدف ده باكتر من طريق. يعني مثلا زهقت من الدايت اللي انا شغالة عليه، زهقت من الوجبات، اغير الوجبات، اغير الدايت. زهقت من المشي، اجرب فيديوهات الرياضة اللي مالية اليوتيوب، اطلع فيديو واشتغل عليه. تالت حاجة، ما تستناش الحماس لما يجيلك. الحماس مش هيجي، هنفضل مستنينه ومش هيجي. الحماس هيجي اول لما تبدأ انت بنفسك. هتبدأ هتلاقي الحماس جه، لانك هتلاقي نفسك بقيت اقوى وبقيت احسن. لو فضلنا مستنين الطريق هيفضل واقف ومش هنعمل اي حاجة. وخلي بالك، كلنا بنعدي بالمراحل دي وبنعدي بالايام دي، بس الفرق بين اللي كمل وبين اللي وقف حاجة واحدة بس، قرار بسيط. انا هكمل، مش هرجع لورا تاني، حتى لو انا ماشي ببطء، وحتى لو انا ماشي مش احسن حاجة دلوقتي. المهم انك تكمل وتكمل لغاية ما توصل. اكيد هتوصل وهتفرح وهتتبسط بالنتيجة، وهتلاقي صحتك بقت احسن وافضل.